يا سبحان الله، تلاقي الدنيا زحمة في الشوارع ملهاش آخر، والسوشيال ميديا بتنفجر بالناس والأصوات والملايين حواليك، وتيجي تبص لنفسك تلاقي روحك في خلا لوحدك، كأنك جزيرة وسط محيط من البشر. عمرك حسيت الإحساس ده؟ الخلا مش بس إنك تكون مفيش حواليك حد، الخلا الحقيقي إنك تكون وسط الدنيا دي كلها ومش لاقي حد شبهك أو مش لاقي حد يفهمك. المشكلة إننا بنجري ورا الزحمة دي عشان نهرب من نفسنا، من أفكارنا، من قعدتنا مع نفسنا. بنعتقد إن الناس دي هي اللي هتملى الفراغ، بس الفراغ ده مكانه في الروح، والروح ما بيملاهاش غير السكون والقعدة مع النفس والصوت اللي جواك. الزحمة ساعات بتخدعنا، بتخلينا نفكر إننا مش لوحدنا، بس هي ممكن تكون أكتر حاجة بتأكد إننا تايهين. الزحمة ساعات بتخدعنا، بتخلينا نفكر إننا مش لوحدنا، بس هي ممكن تكون أكتر حاجة بتأكد إننا تايهين. الخلل الحقيقي هو لما تفقد التواصل مع اللي جواك. فكر كده وقول لنا امتى آخر مرة قعدت فيها مع نفسك بجد، وامتى لقيت السكون جوه زحمة الدنيا. وقول لنا ما تتكسفش، كده كده انت بقيت من قعدة المصطبة، قعدة مصاطب مع دكتور عبود.